تعالوا نعمل مع بعض النهاردة غدا كده يفتح النفس. بربع كيلو أو نص كيلو من صدور الفراخ هنعمل صينية بطاطس مع شوية خضار حلوين. صينية رايقة كده وجميلة وطعمها يجنن. وأهم حاجة بقى إنها سهلة وسريعة وما بتاخدش وقت في عمايلها. أول حاجة هنعملها هنجيب البطاطس ونقشرها ونقطعها لمكعبات، وهنحطها في حلة ونحط عليها مية سخنة ومعلقة صغيرة من الملح، ونسيبها بقى لحد ما تستوي كويس قوي. كمية البطاطس دي يعني من كيلو لكيلو ونص، حسب حجم الصينية اللي هتعملوا فيها. وبعدين هنصفيها من ميتها وهنستعملها وهي سخنة كده على طول. هنحط عليها بقى معلقتين كبار مليانين من الزبدة أو السمنة، ونص معلقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود، وهنهرسها بقى كويس قوي لحد ما تبقى ناعمة جدا. ودوقوها وظبطوا طعم الملح والفلفل زي ما بتحبوا. وكده خلاص البطاطس بقت جاهزة معانا. هنسيبها بقى على جنب شوية ونجهز بقية المكونات. هنجيب بقى نص كيلو من صدور الفراخ، ممكن تستعملوا أكتر أو تستعملوا أقل زي ما تحبوا. وهنقطعهم مكعبات متوسطة بالحجم ده كده. وعايزين كمان شوية فلفل ألوان، واحدة من كل نوع، وهنقطعهم برضو لقطع صغيرة. وهنجيب بقى شوية مشروم حلوين، هنمسحهم كويس قوي بفوطة أو بمناديل المطبخ، وبعدين نقطعهم لمكعبات متوسطة بالحجم ده. وعايزين كمان جزرتين، هنقطعهم برضو قطع صغيرة. وبصلة واحدة حجمها متوسط، وهنقطعها برضو صغير. وثلاث أو أربع فصوص من الثوم مفرومين يعني. كده خلاص كل حاجة بقت جاهزة. هنسوي بقى على طول. هنجيب طاسة ونحط فيها معلقتين أو ثلاثة كبار من زيت الزيتون، ممكن تستعملوا زيت نباتي أو سمنة زي ما تحبوا. هنسيبه يسخن كويس قوي، وبعدين هننزل عليه بالفراخ. هنفردها بس في الطاسة ومش هنقلب في الأول عشان ما تنزلش ميتها. ولما نلاقي لونها غير من تحت نقلبها بقى تتشوح كلها مع بعضها وتبقى لون واحد. وبعدين هنضيف عليها المشروم ونشوحه برضو معاها شوية كده حلوين، ياخد لسعة بسيطة شوية في الزيت. وبعدين هنضيف عليهم بقية المكونات كلها، البصل والثوم والجزر والفلفل. ونشوح بقى الكلام ده كله مع بعضه على نار متوسطة، عايزينه ياخد لسعة خفيفة كده في الزيت. وبعدين هنضيف عليهم معلقة كبيرة مليانة من صلصة الطماطم، وهنتبلهم بقى بنص معلقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة مليانة من البابريكا. وهنحط عليهم كمان رشة حلوة كده من الزعتر، بتدي طعم حلو قوي مع الفراخ، يعني تقريبا معلقة صغيرة مليانة. وربع كوباية بس من المية. هنقلب بقى كله مع بعضه، وهنظبط طعم الملح زي ما بنحبه. وهنغطيها ونسيبها على نار هادية. الفراخ تستوي والمكونات كلها تتشرب من بعضها. وبعدين هنجيب الصينية وندهنها بقى كويس بسمنة أو زيت، وهنحط فيها رشة حلوة كده من البقسماط المطحون، عايزينه يغطي قاعدة الصينية كلها. وبعدين هنحط فيها كل كمية البطاطس، وهنفردها بقى في الصينية كويس قوي ونساوي الوش بتاعها كده تبقى كلها متساوية. وبعد كده بقى هنحط عليها حشوة الفراخ ونوزعها تغطي طبقة البطاطس كلها. وآخر حاجة هنحطها شوية بقى حلوين كده من الجبنة الموتزاريلا أو الجبنة الشيدر المتوفر عندنا في البيت. وهندخلها فرن سخن على درجة 200. وهنسيبها بقى لحد ما نلاقي المكونات كلها سخنت مع بعضها كويس قوي، والجبنة تسيح كده من على الوش وتاخد اللون الذهبي الحلو. يعني مش محتاجين تشغلوا عليها الشواية، هو الفرن هيبقى كفاية قوي. أنا سبتها لحد ما خدت اللون الحلو ده في الفرن. لكن انتوا لو لقيتوا مثلا ان الوش لسه مش متحمر كويس وهي سخنت كويس قوي، ممكن تشغلوا الشواية دقيقة كده ولا حاجة. نطلعها من الفرن وتقدموها وهي سخنة كده وسايحة كلها في بعضها، طعمها هيجنن. ومع إنها لسه سخنة بس برضه هتطلع معاكم قطعة متماسكة. تقدموها بقى في غدا أو حتى في عشاء، أو لو عندكم عزومة هتعجبكم جدا. جربوها وهستنى تقولي رأيكم فيها إيه. وإذا عجبكم الفيديو تنسوش تعملوا له لايك وشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم إشعار بأي فيديو جديد هنزله. وأشوفكم على خير.